واحد بيقول انا مراتي دكتورة ورفضت تسيب شغلها علشان تخدم امي المريضة، بس لما ابوها تعب استقالت فورا وخدمته برمش عينيه. وانا دكتور وهي دكتور. من 5 سنين قعدت ومحتاجة رعاية، وطلبت من مراتي تتفرغ ليها. رفضت بحجة انها بتعمل مستقبلها وبتحضر دكتوراه وكده. بس الحق هي ما قصرتش، جابت ممرضة وخصصتها الأم غرفة عندها علشان تخدمها بما يرضي الله. فأمي توفت، والمصيبة حصلت لما حماية عمل حادثة واتشال. فوجئت بمراتي اللي كانت متمسكة بشغلها بإيدها وأسنانها بتقدم استقالتها علشان تتفرغ لخدمة أبوها. نار الغيرة والقهر كلت قلبي. اشمعنى أبوكي؟ طب ما أمي وانتي ما قدمتش استقالتك. فحاولت أمسك عليها غلط، وأثرت في البيت وأثرت في المصاريف، واخواتها متكفلين بكل حاجة، وأثرت معايا ومظبطة مواعيدها بالثانية عشان لما أرجع تكون هي في البيت. لحد ما الشيطان صورلي إن لازم أكسرها وأثبت إن أنا رقم واحد. رجعت بدري مرة واتصلت بيها وهي عند أبوها، قلت لها تسيب اللي في إيدك وتيجي حاجة. قالت لي مش هينفع أسيب أبويا المشرير لوحده ساعتين، وأخويا بيجي وأنا أجيلك. وانا ركبت فراسي وقلت لها دي فرصتي. هو ركبت فراسي قال لو انت ما جيتيش دلوقتي هتبقي طالق. وهي اختارت ابوها وانا نفذت يمين الطلاق. ودلوقتي بقالي 6 شهور بلف حوالين نفسي علشان ارجعها، وهي رافضه تمام وقافله الباب في وشي. وانا طلقتها علشان حسيت ان انا اخر اولويات. بيقول ان انا اتسرعت وازاي اقنعها اللي هي ترجع، اللي هي اخترتها تختارني بيني او بين ابوها. وهو شايف اللي هو مش زعلان، يعني اللي هو مش غلطان. هي اللي انسانة انانية علشان فضلت ابوها عن مامتي وعني. فانا يعني بيقول ان انا قرار الطلاق اللي انا خدته دون انا صح ولا انا غبي فيه؟ هو انت لسه بتفكر؟ انت انسان من الاخر اناني. يعني انت واحد مفروض انت اللي تشتري امك. يعني هي ست كتر خيرها جابت ممرضة وعملت لها مكان وكانت بترعاها من لما بتيجي. انت عملت ايه؟ انت عملت ايه لامك؟ يعني مثلا رحت خدمت امك مثلا، قلت لها شوف انت عاوزة ايه واشتلتها زي ما هي بتشتري ابوها؟ احسن هي مش ملزومة اللي هي تشيل مامتك او تشيل باباك. انت اللي ملزوم. اسكت انت او اخواتك لو كان عندك اخوات، انت اللي ملزوم بيهم. هي الواحدة لما